هدف للصفر. اتحاد الشرطة تمكن من وضع الزمالك في كمين في آخر دقائق هذا الشوط الأول في الدقيقة 44. تمريرة من أيمن السعيد، كان هدف السعيد ويسجله صلاح عاشور في هذه اللحظات. وبالطبع بالنسبة لنادي اتحاد الشرطة إذا هدف لا شيء لاتحاد الشرطة على حساب الزمالك الجريح. شوط مخيب الأمال بالنسبة لنادي الزمالك، تبعثرت فيه الأوراق بالنسبة للمدير الفني كابتن حسام حسن. التحليل هذه الدقائق مع الكابتن حازم امام وكابتن طارق يحيى. كابتن طارق، شوط فعلا في أوراق متبعثرة فنية من جانب نادي الزمالك. يعني هو طبعا خليني اقول لك ان الشوط كان فيه كميه جري كتير جدا، في حماس من الفرقتين بيلعبوا بحماس شديد جدا لرغبه كل فريق في حظ الثلاث نقط. الشرطه طبعا زاحم نص الملعب كتير جدا زي ما قلنا في البدايه، عنده ايمن سعيد وحنفي وعبد الله فاروق وايضا معروف يوسف لعيب كويس، ومعتمد دائما على صلاح عاشور وتحتيه الفيومي، فعامل كثافه عدديه في نص الملعب. على الناحيه الثانيه نادي الزمالك ما عندوش غير اثنين بس في نص الملعب، ابراهيم صلاح وعاشور الادهم، وطبعا ما فيش رجوع لا لعلاء علي قبل ما يطلع، ولا شيكابالا ولا حسين ياسر. فهناك جبهه او في افضليه لنادي الشرطه في نص الملعب بفضل التحركات والكثافه العاديه اللي عاملها. ليه كابتن حسام حسن مصمم على عاشور الادهم؟ لا هو خليني قبل عاشور ادهم خليني اقول لك نادي الزمالك في ظل الاثنين المساكين اللي بيلعبوا سواء صفتي وفتح الله او فتح الله ويونس لازم ليبرو، ما ينفعش الثلاثه، ما ينفعش يلعب اربعه يعني 4-4-2. انا شايف يعني حتى في الاهداف يا حازم اللي دخلت في نادي الزمالك النهارده ال 24 النهارده 25 هدف على نادي الزمالك، كتير جدا. ديفنس نادي الزمالك ودفاع نادي الزمالك دخل فيه 25، وعنده عبد الواحد السيد وعنده فتح الله منتخب مصر، كل دول و ثم فتح الله. فانا اعتقد ان هو لو لعب ليبرو هيبقى افضل، لكن خليني اقول لك ان نادي الزمالك بيعتمد على طريقه واحده وهي الكور الطوليه اللي من الخلف للامام، ودي بتبقى من نصيب ثلاثي خط وسط خط دفاع نادي الشرطه بقياده عماد حلمي ونجيب ومعاهم حسام عبد الجواد. فاذا الحلول اللي فارضها كابتن حسام ولاعبيه ليست بمنطقيه، بمعنى ان هم بيلعبوا كوره طوليه باستمرار، مفيش، مع ان عندهم حلول فرديه عاليه زي ياسر محمدي زي شيكابالا، بعاد تماما عن مستواهم الاثنين، بالاضافه الى مفيش رقابه على لاعبي الوسط المهاجمين للشرطه سواء معروف او الفيومي او صلاح عاشور. حتى حنفي، يعني حنفي في الهدف يا كابتن حازم اللي جه، الراجل متقدم جه بالكوره اكتر من 6 7 8 10 ياردات، ما حدش قبله، كان المفروض فتح الله يرحل، لان هنا في الوقت ده عبد الشافي هو اللي كان عامل تغطيه مظبوطه جدا. فتح الله المفروض كان يتحرر منه. نعم، شاهدنا دي الكره كانت على علي، كره عرضيه يعني هي صعبه على علاء لانها كانت ملعوبه لبره قوي، ما كانتش محضنه قوي على علاء علي. فيعني لازم نادي الزمالك يغير من سيستم لعبه شويه، يعتمد على القدرات الفرديه من لاعبيه سواء ياسر محمدي او شيكابالا، وطبعا نزول هاني سعيد. ما اعرفش يمكن الكابتن حسام هل هو كان مقرر هذا التغيير قبل الجون ولا قرره ساعه الجون ما جه؟ نعم، تغيير برضه. هذا الهدف لا يعني لو رجعنا بالهدف، معلش مخرجنا واستاذ بدران، الكوره هنا ايمن محمد حنفي خد الكوره، شوف جري بيها قد ايه يا كابتن حازم، بص ايمن سعيد عفوا، وحطها لصلاح عاشور. هنا طبعا التغطيه من غانم متاخره جدا، وفتح الله كمان ما قابلوش. يعني لو نرجع كمان في كادر يا استاذ بدران من المواجهه، الكادر اللي هو بعد كده يا ريت تجيبه لنا، هتشوف حتى يمكن احنا قاعدين انا وحازم بنتكلم بنقول ان كان لازم فتح الله في الوقت ده كان لازم يقابل معرفش برضو هنا اهي اللي هي من ورا من الكادر من عند هتلاقي ان فتح الله كان لابد ان هو يضغط على ايمن سعيد، ما ضغطش فتح الله على ايمن سعيد. طبعا صلاح عاشور هرب من الرقابه، مفيش تغطيه من احمد غانم، فطبعا هدف يتحمله خط الظهر بالكامل، وخاصه فتح الله واحمد غانم وايضا معاه محمد يونس. فطبعا دي الزياده العدديه اللي بقول لك عليها حازم، اللي بتيجي من نص ملعب، مفيش رقابه على لاعبي اتحاد الشرطه من نص في نص الملعب ولا في خط الظهر. فطبعا هو شوط زي ما قلنا حماس. حسام قاعد فين؟ يعني هو كان بيطالب بضربه حره للزمالك، تجاوز المنطقه الفنيه يعني. يعني ما فيش شك ان الشوط زي ما بقول لك فيه جري كتير، لكن مسحوم قوي نص الملعب، وده طبعا بيعتمد عليه الكابتن طلعت النهارده. نعم. بالاضافه الى زي ما قلت لك لابد نادي الزمالك يغير من طريقه لعبه شويه، لان 4-4-2 ثبت ان هي مش لصالح نادي الزمالك، والدليل لان تظهر ثغرات كبيره، الاهداف الكتيره اللي دخلت. كابتن حازم امام اكيد شوط صعب جدا، المهمه تصعب الان.
من أسوأ أشواط نادي الزمالك. زي ما قلت لك قبل الماتش، لو حته نص الملعب دي ما رجعش فيها حسين ياسر وعلي علي يساعده، هيتفتح على نص الملعب، هيبقى يعني جهنم، طاقه جهنم زي ما بيقولوا اتفتحت على لعيبه نص ملعب الزمالك. ما ينفعش ابراهيم وعاشور مش هيقدر، مش سوبرمان الاثنين يعني، مش هيقدروا يعملوا حاجه على ايمن سعيد ومحمد حنفي وعبد الله فاروق ومعروف يوسف. الاربعه دول رايحين في الهجوم وراجعين في الدفاع، الكور المشتركه داخلين فيها غصب يعني، مهما كان ابراهيم وصلاح بقوه مش هيلحقوا، ما يقدروش. هتلاقي الكره دي كره فيها كذا كره كمان، بتلاقي 3 و4 رايحين على فتح الله وعلى يونس، فبالتالي لازم نص الملعب لو هيلعب كده، يا اما فتح الله يلعب متقدم فيقفل المساحه ما يبقاش فيه، يعني لو ضرب نص ملعب يبقى قافل المساحه فيلعب على الاوفسايد، يا اما يرجع بقى ورا شويه ويخلي دايما عاشور ما يقابلش بدري وهو فيأخروا الهجمه شويه، لكن يسيبوا جاب بين عاشور وابراهيم صلاح وبين فتح الله بعيد جدا، اول ما بيتضربوا دول يبقى الواحد جايب بوشه كده، دي مشكله كبيره. طبعا الرباعي الهجومي ما جاش، يعني ما جوش الاربعه لغايه دلوقتي، ما شفناهمش. علاء علي زي ما قلت لك فرص كتيره بتجيله، علاء ما بيمسكش فيها بصراحه. علاء لعبه زي ما هو يعني بيشخبط كده في كل حته عشوائي، يعني ما تعرفش هيلعب 1 2 ولا هيشوط، يعني اداء لازم كان يبقى احسن من كده. هو محتاج الماتش اكتر، لعيب محتاج المباراه، ان هو لسه بقاله فتره ما بيلعبش، كان لازم يسهل على نفسه، يلعب ويتحرك يلعب ويتحرك، لكن ما ظهرش كويس. شيكابالا مستسلم تماما للرقابه، مستسلم لحنفي، يعني محمد حنفي واقف مع شيكابالا وشيكابالا واقف، فبالتالي محمد حنفي ما بيعملش حاجه، يعني بيروح يعمل هجمه ويرجع يلاقي شيكابالا واقف على الشمال، فبيروح راجع له تاني. شيكابالا لازم يتحرك. لاحظ شيكابالا بنا يعترض على الحكم يعني بعد. لازم اصل بص هقول لك حاجه، لعيبه الشرطه بتخلي اللعيب يتعصب ليه؟ لان هم بيلعبوا التحامات قويه جدا، كل شويه التحام قوي التحام قوي، وانت مش عارف تمسك نفسك في الكوره، فبالتالي بتتعصب. لازم شيكابالا يتحرك، ما يبقاش يعني زي ما نقول ايه صيد سهل لاي حد، لازم شيكابالا يخلي محمد حنفي يتعب شويه. محمد حنفي بيعمل الهجمه تلاقيه في الهجوم ويرجع على شيكابالا يلاقي شيكابالا واقف على ناحيه الشمال واقف، فبالتالي هيرجع يمسكه مفيش مشكله. شيكابالا ما بيتحركش غير في حته 10 متر في 10 متر، لازم زي ما انا بقول دايما، يعني الدور الاول شيكابالا عامله في الحته دي كويس، لكن الناس حفظته، فلازم